السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة جوجو تاروت. هنقول النهاردة طاقة برج القوس بتاريخ 21 يوليو. يلا بينا كده يا برج القوس نشوف الطاقة الأسبوعية بتاعتكم إيه، ونسحب أول 5 كروت طاقة ليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا كده نسحب أول 5 كروت طاقة. انت في حيرة ليه يا القوس؟ الحب محيط بيك بس انت مش حاسس فيه بعدالة ليه؟ في حاجة ناقصة. كارت اللافرز هنا بيقول لي قرارك ان انت تتحب بس بطريقة معينة. في حاجة انت مفتقدها في علاقة، حاسس ان هي ما فيهاش عدالة. قرارك او اتخاذ قرارك ده مبني ان انت تغير مسارك وتدي ظهرك لآراء ناس معينة او اقتراحات ناس معينة او حاجة بتتقالك من ناس معينة. في حاجة انت عايز بتتلاشى سماحها او بتدي ظهرك ان انت تسمعها، مش عايز اصلا الشيء ده يورد على سمعك تاني. هل انت الفترة اللي جاية معاك حب او الفترة اللي فاتت قصدي كان معاك حب؟ انت في حاجة بتبتدي معاك بس انت لسه ما زلت ما اديتش القرار، او لسه ما زلت بتدور على عدالة او تفاصيل فيها فرحة مميزة بتفاصيل مميزة بحاجة كده، زي ما تكون بتقول لي انا في حاجة مش عايزة اعيدها تاني، فانا واخد الامور بالراحة شوية. طيب دي علاقة جديدة ولا علاقة بتبتدي تاني والتاني مرة او لتكرار؟ عايزين نشوف. لان في الاول هنا في قرار بشيء، حاجة انت يا عايز تبتديها بتفاصيل جديدة يا عايز تقطعها، حاجة من الاتنين، ده قرار. طب ايه تاني؟ محتار. الطاقة الحالية بتاعتك دلوقتي قرارك انت عشت قصة حب او نفسك تعيش قصة، في حاجة تخص علاقة عاطفية، هي تقريبا هي اللي مدياك عدم ادراك ان انت تدي قرار، او انت الحيرة اللي جواك دي انت مش مبين الحيرة دي. في حاجة عايز تنهيها، عايز تنهي حاجة وتبتدي من وراها حاجة. كارت الموت نهاية وبداية، نهاية امور وبداية امور. القرارات هنا عندك في حاجة انت بتبعد عنها، بتدي ظهرك لحاجة، بتنسحب من امر. لما انت بتقول انا لما هعمل كده الحب ده هيجي، في حاجه انت بتدور عليها، لان انا شايفاك هنا موجوع يا قوس. في حاجه مش حاسس فيها انت ان انت واخد المقدار بتاعك الصح، وفي حاجه حاسس ان انت بتقول لي ما هو يمكن انا لما اغير مساري واعمل زي ما هو بيعمل كده، زي ما هو قالمني ومديني السيوف دي كلها، ممكن لو انا عملت كده هو يرجع تاني زي ما كان كويس. لان انا شايفاك هنا بتطالب بحاجه فيها عداله، فانت نفسك في امتلاك شيء معين او امتلاك مشاعر معينه من شخص معين. تقريبا معتم رؤيتك الفتره دي، في حاجه معاك مش كامله في العاطفه انت يا قوس. طيب تعالوا نشوف كده بقيه الكروت عايزه تدينا، لان انا هنا برضك شايفه في حيره، في حاجه انت بتقارنها، او في حاجه انت حاطط فيها وجه المقارنه قدامك. ممكن يكونوا كمان عند برج القوس في اعجاب من اشخاص، او في ناس بتحاول كده تتطفل على حياتك من عن بعد. ليه بقول تتطفل؟ لان انا شايفه ان القوس حاطط حدود، هو شايل اعباء اصلا وماشي وموجوع هنا، بس انا شايفه ان انت ظاهر قدامي قدام اشخاص بتحاول ان هي تلفت انتباهك، تقول لك احنا موجودين. في ناس هنا بتديك طاقه اعجاب، عايزين يكونوا معاك في علاقه حب، بس انا شايفه انت الفتره دي شويه بتتلاشى الامور، او يعني عايز تفاصيل معينة بشكل معين. هنخلص كده الورق ونتكلم ونشوف التفاصيل كاملة متكاملة رايحة بينا على فين. شوف يا قوس، اولا انت الحب معاك، حد مضايقك شوية، مش شوية يا جوجو، ده مضايقني كتير، مضايقك كتير. ليه؟ لان انا شايفة ان انت هنا بتطالب بتعديل باسلوب معين في طريقته، او انت في حاجة مؤخرا بدأت تظهر معاه مضايقاك. هل في حب؟ ايوه. ايه اللي بيخليني اقول حب؟ الثلاث كروت دول ما ينزلوش في طاقة قراءة الا لما يكون اثباتا ان الحب رايح جاي متبادل. هل في العلاقة اللي قدامي دي
امور بتضايق كل واحد فيكم من التاني، ايوه. انت بالاخص يا قوس قدامي، انا شايفاك بتقول لي انا كتير حاولت ان انا ادي ظهري وامشي، بس انا مش عارف، انا الشخص ده كل ما ببعد برجع. تقريبا دي علاقات قدريه، او تقريبا في تفاصيل هي اللي جمع ما بينك وما بين الشخص ده، لا بايدك ولا بايده. شايفه كده قراءه القوس النهارده او تفاصيل القوس بتقول لي ان انت الحب موجود في حياتك وعندك حيره فيه، مش عارفه ليه شايفاك. او قراءتك النهارده بتقول لي ممكن تكون بتواجه علاقة جديدة أو علاقة من الماضي، بس أنت بالأكتر مع الماضي، لأن هنا اللافر نزل لك بعد قرارات، بعد تفاصيل، اقتراحات قدامك، نزل لك اللافرز الأول. يعني معنى ذلك إن كان في سابق معاك حاجة أنت ما حسيتش فيها بالعدالة. بس هل الحب موقف عن حياتك؟ لا طبعا موجود، بس أنت في مدار كل اللي أنت داير معاك فيه ده يا قوس، أنت في أعباء تانية خالص أنت ماشي بيها. عندك في ناس هنا للبعض من برج القوس وليس للكل، في هنا مسؤولية بيت ضغطة جدا عليك. ممكن انت تكون انت صاحب المسؤولية او انت اللي شايل مسؤولية بيتك. في ناس ممكن تكون منفصلة وهي اللي شايلة مسؤولية بيتها، وممكن تكون انت الطرف اللي معاك تخلى ومشي وانت اللي شايل مسؤولية. في ناس هنا شايلة مسؤولية واعباء تقيلة جدا عليها، بس هل هم مش قد؟ لا، القوس شخص قوي عنده الحماس لا ينتهي، شخصيات ناجحه، شخصيات ناجحه، شخصيات ناجحه، عارفين كويس قوي ما بيعملوا ايه. وثلاث ارباع برج القوس ناس منهم كتير قوي شايلين او ماشيين او بامور محدش تاني تقريبا يقدر يتعايش مع الامور اللي هم بيها، بس هم قد اي حاجه. ستات القوس ستات جدعه جدا جدا جدا، وتقدر تشيل اي مسؤوليه تحط على كتافها بعون الله. هي ما تقدرش تخل في حاجه من حياتها، تقدر تشيل مسؤوليه اطفال، وتقدر تشيل مسؤوليه اهل، وممكن تقدر تشيل مسؤوليه عمل اضافي كمان على عملها. هي من جواها عندها حماس دايما ان هي مفيش حاجه تقف قدامها. فست القوس قفوا عليكي. من اولا كده عايزه اقول كمان لبرج القوس، تحدياتك الداخليه اللي جواك عايزه اقول لك عليها، انت هتفوز، لان انا شايفاك بتتعامل شويه عقلاني مش عاطفه. العاطفه اللي معاك هنا كانت سابقه، وشايفه ان انت بتاخد قرار بانهاء امور وبدايه امور. ممكن تكون انت بتفكر يا قوس من باب البدايه الجديده اللي موجوده، ايا كان، ان كان الشخص ده شخص جديد عايز يبتدي معاك علاقه، او شخص من الماضي هيرجع لحياتك، لان انا شايفه فيه اجواء فيها مقابلات او صلح او امور بتنجذب تاني لحياه القوس. ستات القوس حرفين هنا حرفيا حاسين بقيمه نفسهم قوي، عارفين ان هم ما ينفعش ياخدوا مقدار اقل من اللي هم عليه. شايفه فيه كمان معاك للبعض وليس للكل من برج القوس الناس السنجل، ارتباط بزواج او بخطوبه او رجوع منفصلين لحياتهم مره تانية بامر رب العالمين. بالنسبه هنا لبرج القوس، في حاجه كمان عايزه اضيفها للقراءه النهارده. شوف يا قوس، عقلك، لان في اضافات كده انا بقدر استنتجها من القراءه، بحب اضيفها دايما في القراءه. ايه هي بقى؟ شوف يا قوس، في حاجه واكتبوا لي في التعليقات، في حاجه انت الفتره دي سحله تفكيرك، سحله تفكيرك، شيء واخد جزء كبير من عقلك، شيء انت منتظر يحدث او يتم في الاجواء اللي جايه. في شيء قوي قدامي هنا بتفكر فيه متقل طاقتك، يا اما عايز الشخص ده ياخد اجراء رسمي بزواج او بخطوبه، يا اما عايزه ياخد قرار يوضح لك بالظبط هو عايز ايه منك. لان انا شايفه فيه فوارق في علاقه، يا شخص متجوز والتاني لا، يا اما فوارق بلد يا فوارق سن. شايفه فيه فوارق في علاقتك، ايا كان ايه هي، بتختلف العلاقات عن التانيه، بس انا شايفه فيه فوارق هنا. وشايفه فيه كمان علاقات في دايره السريه. دايره السريه ازاي؟ يعني غير معلنه، غير معلنه. علاقات ممكن تكون اكتر تفاصيلها على السوشيال ميديا، او اتصالات هاتفيه، دي ممكن تكون دي القصه. والعلاقه دي
شايفة فيها شوية ميول لعلاقات قدرية، لأن العلاقات القدرية هي دايما اللي بتديني النمط ده، بتديني التفاصيل دي. في قراءات كده بحس فيها دايما إرشادات بتقولي إن كل واحد والتاني عمال يحاول إن هو يتباعد عن تفاصيل، أو مثلا يعمل حاجات تدي تفاصيل للشخص الآخر إن الموضوع انتهى. لا بالعكس، في تفاصيل معينة كده يبص يلاقي العلاقة رجعت بدون ما يدور على حاجة، بدون تفاصيل في حاجة بتحصل كده، يا تتقابلوا صدفة، يا ترجعوا لبعض، يا أي شيء يرجعكوا تاني لبعض، مش عارفة. بس في هنا شوية علاقات قدرية. طيب تعالوا نشوف الشخص ده عايز يقول ايه. وقبل ما نشوف طاقة الشخص ذاته، لأن بأمانة القوس هنا بيستقوى على نفسه. انت بتيجي على نفسك عشان خاطر حاجة بالظبط تتحقق في العلاقة. في حاجة انت بتيجي على نفسك يا قوس، ممكن تكون ما بتظهرش مشاعرك او ما بتحاولش ان انت تعمل حاجة كنت بتعملها قبل كده، علشان الشخص ده يغير مساره في حاجة معينة ويطلعك من طاقة الوجع اللي انت فيها دي. فيا اما انت عايزه يعترف بمشاعره بقى ونخلص لو هي علاقة جديدة، او يرجع بالعلاقة مرة تانية بأسلوب معين أو حاجة أنت نهيته عنها إن هو يعملها. ففي ده اللي في دماغ القوس النهاردة. طيب تعالوا نشوف الأبراج المتوفرة مع القوس. معانا الحمل، معانا عقرب وسرطان وحوت، الأبراج المائية نازلة معاك. ومعانا كمان ثور، ومعانا كمان معلش الجيران مزقططين شويه، ده العادي بتاعنا. ومعانا الثور ومعانا الجد. وايه تاني معانا؟ دي الابراج الموجوده. طب تعالوا بقى نشوف الشخص ده بقى عايز يقول ايه التفاصيل اللي في باله هنا، وعايز النهارده احنا نكشف عنها ونشوف الجانب المظلم والجانب المضيء من تفكيره. يقول لك ايه؟ اثارك تجعلني مستيقظا طوال الليل. الشخص ده انت بتفكر فيه بسبب تفكيره فيك. تمام. ايه تاني؟ بيقول لك رفضك كان يحميك من الواقع. يعني هنا فعلا القوس كان بيرفض الشخص ده، او كان بيبطل حاجه هو لاحظها. يعني يمكن الشخص اللي معاك يا قوس لاحظ ان انت بتوقف تفاصيل معينه، بطلت ان انت تجري عليه في حاجه كده. بيقول لك كدبت عليك واتخذت الطريق الاسهل لقد كنت جبانا. الشخص ده انت ممكن تكون انت عارف عنه ان هو جبان، او ما بيعترفش بمشاعره حقيقيه، او مش قادر ياخد خطوه رسميه، حاجه من القبيل ده. معاك في قراءتك اولا القراءه العامه، طاقات كتير، تفاصيل كتير، خد منها اللي يناسبك. بتختلف كليا وجزئيا عن القراءات الخاصه. القراءه الخاصه بنقدر نحدد تفاصيل العلاقه بالظبط، وهل الشخص ده انت تكمل معاه او تبعد، او العلاقه بالظبط فيها ايه يخليك يبقى عندك ميول ان انت الشخص ده بجد تضحي عشانه او تنسحب. طيب ايه تاني معانا؟ بيقول لك اعلم انه يجب علينا ان نكون سويا. بيقول لك ما ينفعش ان احنا نسيب بعض، لازم نكون مع بعض. فده تقريبا طاقه الشخص اللي من الماضي. بيقول لك احتاج الى وقت للتعافي والتخلص من بعض الاشياء، ساعود عندما اكون جاهز. اتمنى ان اعلم كيف استطيع التوقف عن حب. بيقول لك انا نفسي اعرف ازاي ابطل احبك اصلا. سبحان الله. بيقول لك لم شمل ساعود اليك ان كان مقدر فيكون فسيكون. بيقول لك لو القدر تقريبا هو عنده احساس ان العلاقه دي قدريه برضك. بيقول لك هنا لم الشمل ما بيننا لو مقدر هيكون. بيقول لك انا حقا افتقد محادثتنا، كان يمكنني دائما ان اقول اي شيء. كلنا قيد التطوير. بيقول لك احنا الاثنين محتاجين نتطور، او احنا الاثنين محتاجين يتعدل في تفاصيلنا البعض. لو انا هغير في نفسي فانت كمان بيطالب منك يا قوس في حاجه معينه تبطلها بتضايقه. فهو بيقول لك احنا الاثنين محتاجين نغير اسلوبنا في شيء معين. طيب تعالوا نشوف طاقه العلاقه ايه بالظبط. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. بسم الله.
شفتوا انا ساحبه الكارت قدامكم، يعني انتوا شايفين الكارت بينسحب قدامكم. تفرق كتير على فكره عند اي قارئ. انا بقول لكم بجد الكروت دي بتصيب الهدف. شوفوا مكتوب ايه، شايفين؟ اظن الكارت واضح ومكتوب فيه ايه بالظبط. مش عارفه انت هتعرف تقرأوا الكلام ولا ايه. بيقول لك علاقه من الماضي تعود وبقوه. في ناس منكم وللبعض، لان هنا شايفه في اقتراحات لعلاقات جديده، ممكن يكون في ناس منكم هتبتدي علاقات جديده، بس في للاغلبيه منكم علاقات من الماضي هترجع وبقوه. طيب تعالوا نشوف طاقه العين الثالثه عايزه تضيف ايه للقراءه، وايه السر الخفي اللي ورا قراءتك النهارده. الاشارات القويه اللي المفروض تاخدها يا تحذيرات يا مبشرات يا ارشادات. تعالوا نشوف. بيقول لك الكارت الطريق المظلم الذي تمر به سيظهر لك الضوء يخرجك منه. بيقول لك لو انت حاسس ان انت الفترة دي طريقك مظلم، فانت عندك كده شيء هيجي يخرجك الفترة اللي جاية بأمر رب العالمين من المتاهة اللي انت فيها دي، او الامور هتتوضح قدامك. يعني خلاصة الكارت ان انت لو في شيء مضايقك الفترة دي، الفترة اللي جاية بأمر رب العالمين الامور هتتهيأ ان انت ترتاح من اللي انت فيه ده. سوف ترث قريبا ثروة كبيرة وستضيف إلى إمكانياتك المادية. يا قوس عندك وفرة مادية بأمر رب العالمين، بأمر رب العالمين. إرشادات القراءة بتقولك أبشر أبشر. تحسن مادي مش لازما يكون ثروة كبيرة، ممكن تكون مثلا هتمسك شغل كويس، أيا كان إيه طموحاتك في حياتك العملية هتكتسبها، أو شغل جديد هتمسكه، او مال متوقف في مكان هيجيلك. ايا كان انت نيتك ايه من ناحيه الماديات بالتحسن، فبامر رب العالمين جاي لك اشاره ابشر. وتقريبا الكارت ده بيكمل الكارت ده. لو انت الفتره دي ممكن تكون حامل هم حاجه مضيقه عليك طاقتك شويه، او شايل همك في حاجه تخص الماديات، فابشر بيها. تعالوا نشوف نصيحه الملائكه للحياه كلها او الحياه العامه بتاعتك. الحياة العامة بتاعتك. تعالوا نشوف الملائكة عايزة تديك إشارات لإيه. بتقول لك اصبر أحيانا تنمو أحلامك ببطء. سبحان الله، الكارت ده بيجي يكمل ده. بيقول لك اصبر أحيانا تنمو، يعني بيقول لك لو أحلامك ماشية بتحقيقها ببطء لا تقلق. العمل الشاق الذي استمريت فيه سيجلب لك حصاد ووفرة في هذا الوقت المناسب للاستعداد، لأن الأمور يعني أنت الأمور اللي أنت خضتها الاستفادة منها في القريب العاجل. استخدم هذا الوقت للراحة والتخطيط. يعني الفترة دي الشيء اللي أنت بتسعى له أو واخد مسارك فيه إن شاء الله بأمر رب العالمين حصاده جاي لك في الطريق، ولما يجي لك خد هدنة بسيطة وكمل، بس استعين بخطط جديدة للفترة اللي جاية، هتلاقي استثمار أكتر وأحسن بأمر رب العالمين. تعالوا نشوف كروت التوقيتات الفترة القادمة. حط في بالك حاجة، حط في بالك حاجة، يلا يا قوس. ونسحب كارت توقيت من باب البشارات يا جماعة الخير. كروت دي من باب البشارات. خد نبذة إيجابية للقادم، عشان طبعا كل القادم بيد الله. يلا بينا. الشتاء ايه ده؟ احنا كلنا عايزين الشتاء حرفيا، بس انت في حاجة هتتم معاك بأمر رب العالمين. ايه شرطك في الشتاء؟ الله أعلم ايه هو اللي في الشتاء، بس أبشر. أمل مش شرط يكون قريب، بس في عندك تحقيق لأمر ما بأمر الله بأمر الله بأمر الله في بوادر الشتاء، والشتاء مش بعيد يعني. طيب يلا بينا، لو اننا احنا كلنا عايزين الشتاء حالا. يلا بينا نشوف كروت الملائكة عايزة تضيف لك ايه يا قوس النهارده لقراءتك العاطفية. يلا بينا كده نسحب كارت نشوف نصيحة الملائكة للعلاقة العاطفية ايه. بيقول لك اعطي العلاقة فرصة اخرى. عايزة ادي نبذة صغننة، مش عارفة ايه اللي خلاني عايزة اقول كده. ممكن للبعض منكم جوازكم في الشتاء، الله اعلى واعلم، الله اعلى واعلم، بس مش عارفة ليه عايزة اقول كده. ممكن في ناس كتيرة لو مستنية تصعيد علاقة او جواز، ممكن تكون جوازك في الشتاء
او الشيء الكبير قوي اللي انت متحمس له بامر الله هيتم انتهائه في الشتاء. اشاره والعلم عند الله. بيقول لك اعطي العلاقه فرصه اخرى، اعمل على الشراكه في كل شيء. يعني هنا الملائكه بتقول لك يا قوس اعطي العلاقه فرصه تانية، لعل الشريك يتغير او التفاصيل تكون اكتر حماس عن ما كانت. كنتم في قناه جوجو تاروت، نورتوني.